Hi everyone. أنا فريدة ودي أول حلقة من Speak Smart Podcast. أنا هنا عشان أساعدك تخلي الإنجليزي جزء طبيعي من حياتك، من غير تعقيد، من غير خوف، ومن غير ما تحس إنك مضطر تحفظ كتب. النهاردة هنتكلم عن موضوع بيمس أي حد. ليه معظمنا بيحس إن الإنجليزي صعب؟ وليه ساعات نحس إننا مش عارفين نتكلم حتى لو فاهمين؟ طب تعالوا نعرف الأول ليه الناس بتحس إن الإنجليزي صعب؟ عندنا 3 أسباب. أول حاجة هي الخوف من الغلط، وفي الحقيقة إن كل الناس بتغلط even native speakers. طيب تاني حاجة التفكير في الترجمة طول الوقت. احنا متعودين نفكر بالعربي ونترجم، وده بيبطئ مخنا. الحل بقى إنك تحفظ جمل جاهزة مش كلمات منفصلة. تالت حاجة هي المقارنة بالناس أو المقارنة بالآخرين. لما بنشوف حد بيتكلم بطلاقة بنحس إننا ضعاف، بس محدش بيبدأ طليق. حتى الشخص ده مر بنفس المرحلة. طب إزاي نكسر العقدة دي؟ أول حاجة استخدم جمل جاهزة في كل قعدة، زي مثلا بدل ما تقول hello قول how is it going. تاني حاجة ما تركزش على القواعد في البداية، ركز على الكلام اللي هتستخدمه فعلا. تالت حاجة وأهم حاجة هي إنك تتكلم مع نفسك بالإنجليزي في كل مواقف حياتية يومية قدامك، قدام المراية أو حتى في دماغك. في الآخر اللي عايزة أقوله إن الإنجليزي مش وحش، إحنا اللي بنكبره في دماغنا. كل مرة تاخد خطوة صغيرة هتلاقي الخوف بيقل والثقة بتزيد. لو عجبك الحلقة دي ما تنساش تعمل سبسكرايب على القناة، وسيبلي كومنت تقولي فيه ايه اكتر حاجة بتخوفك من الانجليزي عشان نكسرها سوا في الحلقات الجاية.